تعرف إن كاتب روايات الفرسان التلاتة والكونت دي مونte كريستو مش هو الكاتب الوحيد لأعماله؟ الكاتب ألكسندر دوما أعلن أكتر من مرة إن هو مش بيكتب أعماله لوحده، وإن هو بيعين مساعدين علشان يساعدوه في كتابة أعماله. وبرغم إن ألكسندر أعلن إن هو بيستعين بمساعدين في كتابة رواياته، فدور النشر رفضت إن هي تكتب أي اسم تاني غير اسم ألكسندر على الكتاب، وده لأن وجود اسم تاني غير اسم دوما ممكن يضر بسمعة الكتاب ودار النشر. اللي ساعد ألكسندر دوما في الفرسان التلاتة والكونت دي مونte كريستو واحد اسمه أوغست ماكي، والكاتب ده كان متأثر إن هو بيتم تجاهل اسمه في الأعمال الأدبية اللي بيكتبها دوما، ومحدش بيكتب اسمه على الغلاف، وعلشان كده انفصل عنه وقرر يكتب أعماله بنفسه. ولكن للأسف أعماله ما نجحتش جامد قوي وقتها، ولكن للأسف لحد يومنا ده أعمال ألكسندر دوما بتتكتب باسمه هو بس، ومحدش بيكتب أسماء مساعدينه على الغلاف. ولحد دلوقتي اسم أوغست ماكي مش بيتكتب ولا على الفرسان التلاتة ولا على الكونت دي مونte كريستو. لكن استنوا الحلقة الجاية من ما وراء الكتب مع قصة جديدة.